أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. آمل المتابعين الكرام أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله، وكالعادة بدون مقدمات بدون إطالات ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. القضية ديال اليوم في مدينة أسفي، وبالضبط نهار 1 يناير 2011 مع 8 ديال الصباح. البوليس توصلوا بواحد المكالمة على الرقم 19 مفادها أن واحد السيد لقى جثة محروقة في تجزئة حي وحدة اللي كيتواجد قريب من قرية الشمس. البوليس التحقوا بمسرح الجريمة ولقاو أمة لا إله إلا الله مجموعة عليها بعض الناس، ودوروا الشريط ديال مسرح الجريمة. الشرطة العلمية داروا معاينة. الجثة كانت محروقة وصعيبة عليهم أنهم يتعرفوا على الهوية ديال الضحية، وكان كيبان بأنها ملفوفة في واحد المنطقة اللي تحرقات وبقوا منها غير شي قطع قلال. هادوك ديال المر اللي كانوا عندنا مغاربة كاملين. والجثة كان فيها واحد السلسلة في العنق ديال الضحية وخاتم في الأصبع ديالو. قلبوا في مسرح الجريمة وما لقاو فيه حتى شي دليل اللي غينفعهم في البحث، وهذا الشيء كيبين بأن الجريمة وقعت في بلاصة أخرى، يعني ما وقعتش في البلاصة اللي تلقات فيها الجثة. البوليس بداو كيحقوا مع الناس اللي كاينين في ديك البلاصة وكيسولوهم واش سمعوا شي حاجة في الليلة اللي قبل أو في الصباح اللي تلقات فيه الجثة، وقالوا لهم بأنهم ما سمعوا حتى شي حاجة. سولوهم واش شي واحد مختفي عندهم في المنطقة، قالوا لهم بأنهم حتى شي واحد ما مختفي. البوليس عرفوا بأنهم قدام واحد القضية اللي صعيبة بزاف، وخاصهم يخدموا بالليل وبالنهار باش يفكوا اللغز ديالها، خصوصا أن مسرح الجريمة ماشي هو اللي تلقات فيه الجثة، ما كاين حتى شي دليل اللي يقدر انه يوصلهم للقاتل، وعاد زيد عليها الهويه ديال الضحيه مازال ما معروفاش. مبدئيا صيفطوا الجثه تشريح طبي باش يقدروا انهم يتعرفوا على الهويه ديال الضحيه، وخا البصمات ديالو اصلا ما كانوش كاينين بسبب الحرق، وباش يعرفوا حتى سبب الوفاه. البوليس تواصلوا مع كاع دوائر الشرطه اللي كاينين في المدينه وسولوهم شي حالات اختفاء في هذاك الاسبوع، وفعلا لقاو بان واحد الدائره توصلوا ببلاغ اختفاء في اخر 48 ساعه، وبان واحد الاستاذ جا عندهم وقال لهم باللي الصديق ديالو اللي كيسكن معاه في نفس الدار واللي خدام معاه في نفس المؤسسه اختفى وما بقاش بها الاثار ديالو، وفي عمره 29 عام. البوليس هنا خداو النمره ديال هذاك السيد واستدعوه باش يتاكدوا من الهويه ديال الضحيه واش مطابقه لحاله الاختفاء اللي بلغ عليها الصديق ديالو. استدعوه وطلبوا منه انه يجيب معاه التصويره ديال صاحبه. فعلا داكشي اللي كان جاء عندهم للدائره وبداو كيسولوا فيه شنو وقع. قال لهم بان الصديق ديالو ساكن معاه وخدام معاه في نفس المدرسه، عمره 29 عام، 3 ايام تقريبا هو غابر، وهذا الشيء ماشي من عوايدو نهائيا، يعني الا بغى يخرج شي بلاصه ضروري كيعلمو قبل ما يمشي، وبانه ما بغاش يتواصل مع عائلته ويقول لهم هذا الشيء لانه ما بغاش يخلعهم. مبدئيا بغى يعرف اشنو واقع ليه ويدير بلا اختفاء، عاد ديك الساعات الا كانت شي حاجه يقدر انه يتواصل معهم. هنا البوليس قالوا ليه بانهم لقاو واحد الجثه، وبان بلاغ الاختفاء الوحيد اللي كاين في المدينه كامله هو اللي قدم الصديق ديالو. فهنا طلبوا منه انه يمشي معاهم للامورك باش يتاكد واش هذيك الجثه كترجع للصديق ديالو او لا. فعلا داكشي اللي كان، مشى جبدوا ليه الجثه. السيد اين فوا شافها طاح في الارض وغيب، وبصراحه ماشي شي حاجه اللي سهله لانه ما مولفش بمناظر بحال هادي. عاد الجثه كانت محروقه بزاف، تقريبا بقى ساعه وهو سخفان. بقاو معاه بشويه بشويه حتى فيقوه، عطاوه الماء، تنفس شويه،
واش تعرفتي على الجثه؟ قال لهم راه ديال الصديق ديالي. قالوا ليه باش عرفتيها؟ قال لهم عرفتها غير من السلسله اللي دار في عنقو والخاتم اللي كاين في الاصبع ديالو، لانه ما عمره ما حيدهم. ايوا نقادوا معاهم الدائره باش يحقوا معاه ويعرفوا الملابسات ديال اختفاء الضحيه. قال لهم بانه في الليله ديال 28 ديسمبر 2010 كان خارج هو وصديق ديالو المدينه، قضاو واحد الغرض ورجعوا للدار مجموعين. غير هما حلوا الباب بالساروت ودخلوا، سمعوا الدقان. الضحيه مشى حل الباب، دخل عنده للدار وقال ليه راه عندي واحد السيد كيسول على الطوموبيل، انا غنمشي معاه نشوف اشنو كاين ونرجع للدار ما نتعطلش. وهادشي وقع مع 8 ديال العشيه. من هذيك الساعات خرج وما عاودش رجع. سولوه البوليس واش الصديق ديالو كان باغي يبيع الطوموبيل. قال لهم راه كان باغي يبيعها وكان دار فيها واحد الورقه مكتوب فيها للبيع ومسجل فيها الرقم ديالو. سولوا على النوعيه ديال الطوموبيل وقال لهم انها كانت غولف زرقاء. وبما انه الوحيد اللي تعرف على الضحيه زائد انه ما كانوش دلائل اللي غيوصلوهم للقاتل، فاعتبروه هو المشتبه به رقم واحد في هذه القضيه. سولوا على العلاقه ديالو كيفاش كانت مع الصديق ديالو. قال لهم علاقتهم كانت مزيانه، يعني ما استدعوا يسكنوا مع بعضياتهم الا وكانوا مفاهمين وموافقين مع بعضياتهم. سولوه واش ما كانوش بيناتهم شي مشاكل الفتره الاخرى، واش الصديق ديالو كانت النفسيه ديالو مزيانه ما عندوش شي مشاكل. قال لهم كلشي كان غادي مزيان، ومره كنتناقشوا اي صحاب وخدامين في نفس المدرسه، يعني انا وياه ما كانوش بيناتنا شي مشاكل كبار. ولدهم كان مازال صغير في السن ويلاه ماشي بزاف باش خدم، يعني هو المنقذ ديال العائله ديالو. فجاه كيصدموهم بوليس بان ولدهم تقتل. هذه ماشي شي حاجه في الصراحه اللي سهله. البوليس بداو كيقلبوا على الطوموبيل ديال الضحيه في المدينه عند مصاليه لافيراي، ما خلاو فين قلبوا، ولكن الاثر ديالها ما كاينش نهائيا في مدينه اسفي. فهنا مشاو للشركات ديال الاتصالات باش يعرفوا المكالمات الصادره والوارده اللي كانت في التليفون ديال الضحيه. البوليس لقاو بان واحد النمره صونت ليه نهار 28 ديسمبر 2010 مع 10 ديال الليل باش يجي عندهم ويحقوا معاه. قالوا ليه واش فراسك بانه تلقات جثه استاذ محروقه في قريه الشمس؟ قال لهم في راسي، راه الخبر داير في المدينه كامله. قالوا ليه راه حنا لقيناك بانك اتصلتي به نهار 28 ديسمبر 2010 مع 10 ديال الليل، يعني في نفس الليله ديال الاختفاء ديالو. فين كتعرفوا واشنو بغيت؟ لانه كان ناسيه في الدار. قلبوا التليفون ولقاو بانه مدوز مكالمه نهار 28 ديسمبر مع 10 ديال الليل وراوها لي في عينيه. سولوا مرتو وحتى هي نفس الشيء، قالت لهم ما اتصلنا به حتى شي واحد في ديك الليله خصوصا مع الضحيه. قالوا لهم فين كنتوا في هذيك الليله؟ قال لهم هذا السيد بانه كان معروض عند الصديق ديالو هو مرتو، تعشوا عندهم ومع 10 ديال الليل رجعوا للدار. من بعد ما قلبوا ليه التليفون ولقاو بانه مدوز هذيك المكالمه، حقروا عليهم بزاف التحقيق. فهنا قال لهم بانه تفكر شي حاجه. قال لهم انا والزوجه ديالي لقينا بانه قدام الكراج ديالنا كاينه واحد الطوموبيل غولف زرقاء، لقينا مكتوبه فيها للبيع والنمره ديال هذيك السيد مول الطوموبيل. اتصلنا بها وقلنا ليه بانك راك حاط الطوموبيل قدام الكراج ديالنا وباللي حنا بغينا ندخلوا الطوموبيل الكراج، عافاك جي باش تحيد الطوموبيل ديالك. ملي جا عندنا هذاك السيد لقيناه بانه ولد واحد جارنا اللي كان معروف كنقولوا له ولد لاجودان. سلم علينا كي دايرين لاباس، سمحوا لي لحقاش حطيت لكم الطوموبيل قدام الكراج ديالكم، حيدها. تسنانا حتى دخلنا الطوموبيل الكراج ديالنا وعاود رجع الطوموبيل للبلاصه ديالها وطلع للدار ديالو. البوليس هنا عرفوا باللي انهم ما عندهم حتى شي علاقه بهذه الجريمه وباللي غير نساو هذه المعلومه، فطلبوا منهم انهم يعطيهم العنوان ديال هذا السيد. فعلا عطاهم العنوان ديال الدار ديال هذاك لاجودان. هذيك الدار هي اللي صنوا
ما دقوا عليه حتى شي واحد. فسولوا الجيران وقالوا لهم فين هما هاد الناس اللي كيسكنوا في الدار. قالوا لهم بانهم مولا الدار لا جودان قليل فين كيجي ليها، غالبا كيجي لها الولد ديالو مره. البوليس عاودوا رجعوا للمكالمات ولقوا بان من الهاتف ديال الضحيه خرجت واحد المكالمه في 31 دجنبر 2010. استغربوا لانه نهار الاختفاء كانت 28 والمكالمه كان نهار 31. البوليس تواصل مع هاد النمره وهنا جاوبتهم واحد البنت وقالت لهم بان كاينه في مدينه اصيله. قالوا لها هذا الرقم اتصل بك نهار 31 2010 ديالنا هذا الرقم. قالت لهم باللي كيرجعوا للخطيبه سميتو احمد وخدام جودارمي. البوليس ديك الساعات انتقلوا لمدينه اصيله باش يلحقوا مع هاد البنت ويبحثوا معاها ويسولوها اشنو وقع. فعلا داكشي اللي كان. ملي وصلوا تما استدعاوها عاودت لهم نفس داكشي اللي قالت لهم في التليفون. قالوا لها شوفي هاد السيد راه ماشي جندرم اللي كان اجودان، السيد شومور ما خدام حتى شي حاجه، واش جا معاه والديه خطبك؟ قالت لهم لا راه جا غير وحده. شنو فيها؟ قالت لهم بانه جا في واحد الجولف زرقاء غالبا غيكون لا حاولت تخلص منها. فاش تعرفت عليه في الفيسبوك. المهم البوليس من بعد ما خداو هاد المعلومات قالوا لها امتى اخر مره شفتيه؟ قالت لهم في النهار ديال 1 2010 فين مشى من بعد ما خرج من عندكم من الدار. قالت لهم بحكم انه كيعرف مدينه اصيله وبما ان الاب ديالو بحكم العمل ديالو كان كيدي بلاصه فكان كيعرف مدينه اصيله وسابق يعيش فيها واحد المده، فقال لي بانه غيمشي يبات مع واحد الصديق ديالو. البوليس داروا حمله تنشيطيه لمدينه اصيله وبداو كيقلبوا على ديك الكوف ترقه ولكن ما لقاوهاش نهائيا. فهنا رجعوا لمدينه اسفي وبداو التحقيق ديالهم من جديد وعلنوا تواصل معهم وكيسولوهم واش اتصل بهم، ولكن العائله ديال احمد قالوا لهم بان ولدهم ما بقاش جا عندهم الدار، ما بقاش عيط لهم نهائيا في التليفون، وحتى فاش كيصونيو عليه في النمره ديالو كيلقاو بانها ما خداماش. خرجت نتائج تشريح طبي اللي بينت بان الضحيه تقتل بجوج ضربات على راسو بشي اداه اللي كانت حاده بزاف وباللي ما تحرق حتى تقتل، يعني عمليه الحرق تمات بعد جريمه القتل. من بعد ما توصلوا بالتقرير وبالضبط ب3 ايام تواصلت معهم هذيك البنت اللي كتسكن في مدينه اصيله وقالت لهم بانه احمد اتصل بها وقال لها باللي انه كاين في مدينه اكادير هاد المده نظرا لانه كان شاد واحد لوبوست اللي حساسه واخا هادشي اصلا ما كاينش، يعني السيد غير كان كيكذب عليها. فقالت لي بانه تتوحشاتو واصيله قال لها بانه ما يقدرش يجي حتى لمدينه اصيله لان الحال بعيد عليه بزاف. سولها وقال لها واش ممكن انك تجي عندي لمدينه مراكش؟ قالت لي صافي انا غادي نجي عندك وما عندي حتى شي مشكل. قال لها بانه النهار الاخر غيشد الطريق من اكادير لمدينه مراكش باش يتلاقى معها وطلب منها حتى هي انها تشد الطريق شويه بكري باش يوصلوا قد وما يبقاش مشهور في المحطه. فعلا داكشي اللي كان. نهار الاخر البوليس مشاو لمدينه مراكش وهما لابسين حوايج عاديين، يعني كي كيدي بانه مسافر. المهم كانوا كيبانوا بانهم مواطنين عاديين ودوزوا داك النهار كامل كيتسناو في المحطه حدا باب دكاله في مدينه مراكش. مع 8 ديال العشيه اتصلت بهم هذيك البنت وقالت لهم بان احمد وصل لمدينه مراكش وراه نزل من الكار واشنو لابس وغتلقاوه كيتسناني حدا باب دكاله. البوليس غير شافوه شقاموا عليه شدوه وداوه معاهم. مع 12 ديال الليل وصلوا لمدينه اسفي، دخلوا للدائره وبداو كيحقوا معاه. في الاول نكر قال بانه ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء، ولكن البوليس واجهوه بالادله اللي كاينه عندهم كامله. فهنا قرر انه يعترف لهم بالجريمه ديالو. قال لهم في نهار 28 فرونك 2011 كان كيتصرف في المدينه وهي تبان لي واحد الطوموبيل زرقاء من نوع غولف ملصقه فيها واحد الورقه اللور اللي فيها للبيع والنمره ديال مول الطوموبيل. هذيك الطوموبيل بقات غاديه حتى وقفات قدام واحد الدار. نزلوا منها واحد جوج وطلعوا للدار وسدوا الباب. غير هما طلعوا انا جيت ودقيت حل لي هذاك السيد اللي كان سايق الطوموبيل. قلت له السلام عليكم، كي داير اخويا؟ بخير. واش هادي مازال باغي تبيعها؟ قال لي بانه مازال كيقلب على شي واحد اللي غيشريها. قلت له راه خويا شحال وهو كيقلب على شي جولف، الا كان ممكن تمشي معايا تعرف عليه يشوف الطوموبيل ديالك عجباتو تفاهمتو الله يكمل بيناتكم بالخير. السيد دخل الدار وطلع على صاحبه وقال له انا راني جاي، ركبني معاه في الطوموبيل وديمارا. قلت له يلا معايا للدار اخويا غيجي لعندي تما. هضرت معاه وقلتها ليه، قال لي بلاتي نطلعك سيدي بوزيد ندير بك شي دويره.
يشوف الطوموبيل راه خدامه مزيان وما فيها حتى شي مشكل. صافي داكشي اللي كان. طلعنا درنا واحد الدويره في سيدي بوزيد مع 8:30 ديال العشيه، وصلنا للدار، طلعنا جلسنا في الصالون، جبت لي واحد الكاس ديال الكوكا شويه سخونه. صونا التليفون ديالو، بدا كيهضر في التليفون. مشيت انا للكوزينه، جلست وبديت كنفكر اشنو غندير. تفكرت واحد الشاقور اللي كنا كنستعملوه باش كنقطعوا الضحيه ديال العيد. ملي قتلتو عاد عرفت راسي اشنو درت. جلست وبديت كنفكر اشنو خاصني نديرو وباش خاصني نبدا. اول حاجه بديت بها حيدت هذاك الدم وبديت كنقي في الدار. ملي ساليت طلعت للسطح. الكلب ديالي كنت مفرش له واحد جوج ديال المنطات اللي قدام، هزيتهم ومشيت للحبل ديال النشر قطعته. نزلت خديت الجثه ديالو حطهم فيهم وجمعتهم فيها مزيان، دورت على هذاك الحبل وسديته مزيان. من بعد ما ساليت هاد الشيء بديت كنفكر شنو خاصني ندير دابا. شفت الطوموبيل ملي كنت راكب معاه بان ما بقاش فيها بزاف ديال المازوط، وقبل ما نكمل الجثه ديالو في هذيك المنطقه قلبت له جيابو ولقيت بانه كان حاط فيهم واحد 2000 درهم. هزيت سواره تاع الطوموبيل، نزلت ومشيت للستاسيون باش نعمر. وفاش كنت غادي تلاقيت مع واحد الصديق ديالي، هزيته معايا في الطوموبيل وقلت ليه بانني كارهها. ملي وصلنا نزلت باش نحل هذيك اللعيبه اللي كيعمروا فيها المازوط، ولقيت بانني ما عرفهاش. فهنا هذاك السيد اللي كيعمر وراني فين كاينه بحكم التجربه ديالو، واستغرب وقال لي واش الطوموبيل ماشي ديالك؟ وقلت لي بانني لا كارهها. عمرت 250 درهم، رجعت في حالي، وصلت صاحبي لدارهم وطلعت للدار. وهنا بديت كنفكر كيفاش خاصني ندير حتى نتخلص من الجثه ديالو. فجأة التليفون ديال الضحية بدا كيصوني مع الخلعة. فهنا هضرات معايا مرا وقالت لي واش انت اللي حاط واحد الكولف زرقاء قدام الكراج ديالي؟ قلت لها راني انا. قالت لي عافاك نزل حيدها، راني بغيت ندخل الطوموبيل ديالي للكراج. نزلت ولقيت بان هذوك الناس الجيران ديالنا وكنعرفهم، سلمت عليهم، هضرنا مع بعضياتنا، حيد الطوموبيل ديالي، دخلوا ماما طوموبيلتهم للكراج، عاودت رجعت الطوموبيل ورجعت للدار. بديت كنفكر في شي طريقه كيفاش نتخلص من الجثه بلا ما تعرفوا الهويه ديالو، ولقيت بانه امثل الحمد هو انني نحرقه. هزيت الطوموبيل ورجعت لنفس الستاسيون اللي كنت فيها، وديت معايا واحد القرعه عمرت فيها 20 درهم ديال ليسونس. جلست حدا الجثه وبقيت كنفكر شنو غادي ندير. من الشرجم كتبان لي الدنيا مازال شويه مروجه. بقيت كنتسنى حتى 3 ديال الليل حتى خوات الدنيا مزيان وما بقى حتى شي واحد كيدور. هزيت الجثه ديالو على كتافي وتميت نازل مع الدروج. ملي حليت الباب طليت يمين ويسار ما بان لي حتى شي واحد. حليت الكوفر حطيت فيه الجثه ديال السيد ومشيت لتجزئه الوحده، لانه في هذاك الوقت هذيك التجزئه كانت مازال خاويه وما فيهاش الناس، ماشي بحال دابا عمرات ولاو فيها بزاف ديال العمارات. المهم اللي وصل لهذيك التجزئه خرج من الكوفر حتى حدا واحد الشجره، جبد هذيك القرعه وكب عليها ليسونس وشعل فيه العافيه. تسنى حتى جدات فيه العافيه شي شويه وركب في الطوموبيل وزاد بحالو. رجع للدار، هز التليفون ديال الضحيه واتصل منه الخطيبه ديالو وقال لها بانه من بعد يومين غيجي عندها للدار ديالها باش يتقدم لها ويخطبها من عندهم. دوزو هذوك هومين، كلا شرب ارتاح، خرج عادي، مشى خدا حويجاتو بهذيك 2000 درهم، خدا لي كادو لهذيك البنت. وفي النهار ديال 1 يناير 2011 شد قريق مدينة أصيلة، تلاقى مع العائلة ديال البنت، تعشى معاهم، ما باتش معاهم في هذيك الليلة، مشى بات عند الصديق ديالو، دوز معاه واحد 3 أيام. ونهار الثالث قال لي بانه باغي يبيع هذيك الطوموبيل. قال له مرحبا راه كاين واحد السيد في مدينه طنجه كيبيع الطوموبيلات. قال لي ولكن هاد الطوموبيل راه بلا اوراق. قال لي ماشي مشكل، هاد السيد كيشري الطوموبيلات بالوراق وبلا اوراق، ولكن الثمن ديالها راه غيطون طايح. كما الدنيا هانيه ماشي مشكل، انا بغيت غير نتهنى منها. النهار الثالث طلعوا لمدينه طنجه، باعوا هذيك الطوموبيل ب2 ديال المليون، ومن تما مشى لمدينه اكادير وعطى الصديق ديالو واحد 1000 درهم، والباقي راكم عارفينه. البوليس من بعد ما خداو هاد التصريحات للدار داروا تفتيش وفعلا لقاو اداه الجريمه، ولقاو بان حتى الدرم مواحي ما بين الزليج، يعني هادشي كيبين بان الجريمه وقعت في الدار ديالو. من بعد هادشي دار اعاده تمثيل الجريمه، تقدم للمحكمه، تابعته بتهمه القتل العمد مع سبق والاصرار والترصد، تمثيل بجثه والسرقه، وتحكم عليه بالمؤبد.
كيف ما كتشوفوا معايا القضية ديال اليوم هي عبارة عن جريمة غبية بجميع المقاييس، خصوصا ان القاتل ما كانت عنده حتى شي معرفة بالضحية، يعني كان باغي غير يبان على ديك البنت وياخد الطوموبيل ويمشي يخطبها بها باش يكذب عليها، يعني قتل السيد غير هكا. قضية اليوم فغتسافر بنا لمدينة الفقيه بن صالح، وتحديدا في عام 2004. الجريمة ديال اليوم ما عرفتش اش من صنف نحطها فيه، ما عرفتش كيفاش غنقولها لكم، ولكن صراحة لأول مرة كنحس بأنني تعاطفت مع القاتل. بلا ما نطول عليكم اكثر ونحرق لكم الأحداث ديالها، يلا نبداو. وغنبداو من عند جوج الولاد اللي كانوا خدامين في واحد المقبرة في نواحي مدينة الفقيه بن صالح. وفي واحد النهار من عام 2004 كانوا خدامين ما بهم ما عليهم، والخدمة ديالهم هي أنهم كيقراو القرآن على الموتى، يعني كيجيو عائلات الميت باش يزوروه، هادوك الولاد كيقراو لهم القرآن وكيدوروا معاهم. هاد الولاد كيقولوا بأنهم عادة كيشوفوا بعض العيالات وهم جايين متوترين ومخلوعين، ومن بعد كيكتشفوا بأنهم جاو باش يدفنوا السحر، فكيجريو عليهم ويتخاصموا معاهم. فهداك النهار شافوا واحد المرأة وهي هازة واحد الكفة ومعها جوج البنات، الكبيرة غيكون عندها داك 8 سنين والصغيرة غيكون عندها شي 6 سنين. هاد المرأة اللي كانت كتبان بأنها خايفة كتلفت اليمين وتلفت اليسار وحالتها ماشي طبيعية، فهاد الشي خلاهم يشكوا فيها نوعا ما، وكانوا كيظنوا بأنها حتى هي جاية باش دير شي سحور. مشاو عندها وقالوا لها لالا، واش جاية تزوري شي واحد نقراو لك عليه القرآن؟ قالت لهم لا، وطلبت منهم أنهم يبعدوا منها. سولوها اشنو هزه في داك الكفه وما بغاتش تقول لهم، سولوها علاش خايفه وغاديه وتلفت. المهم السيده كانت غاديه وما كتلفتش ليهم وما بغاتش تهضر معاهم، فهنا وقفها واحد فيهم وجر ليها القفه من ايديها وطل فيها. فهنا تصدم بوجود شي حاجه اللي كانت مكلكمه وكانت خارجه منها واحد الايد اللي صغيره وباينه بانها مازالت ربيه. شد هذيك التربيه وحيد عليها واحد ليزار اللي كانت مكلكمه فيه، لدرجه ان الوجه ديالها حتى هو ما كانش باين. فاش حل على هذيك التربيه لقى بان لونها ازرق وقلبها ما كيضربش وما كتنفش، وعرف بانها ميته وبان هذيك كان جايه باش تدفنها. سولها واش انت امها ولا سرقها لشي حد. المراه هزات الحجر وبدات كترجم فيه هو وصاحبه، خافوا منها لان السيده كانت مجعوره. شدوا داك التربيه وبقاو كيجريو حتى وصلوا للشانطي، وقفوا واحد الطوموبيل نزل منها واحد السيد وعاودوا ليه داكشي اللي وقع. هز معاه هذوك الدراري في الطوموبيل وتوجهوا لاقرب مركز للدرك الملكي. ايوا رجال الدرك ملي شافوا هذيك البنيته وعرفوا من عند الدراري بان المراه مازال تما، كانوا متاكدين باللي ما عندها فين تهرب او لا تحرك، نظرا لان ديك المنطقه جات خاليه والمركوب قليل، يعني خصها توقف مده طويله في الشانطي، ويا ربي يا ربي حتى تلقى شي طاكسي ولا شي حد اللي وصلها. وداك الشيء اللي كان باللي وصلوا تما لقاو بان داك المراه مازال واقفه في الشانطي هي وبنيتها كيتستناو المركوب. لقاو عليها القبض وداوها معاهم وبداو كيبحثوا معاها. سولوها على داك البنيته شكون هي وقالت لهم بانها بنتها. رجال الدرك ما تيقوهاش وعرضوها على واحد الطبيب اللي كيتواجد في نفس الفيلاج اللي كان قريب لمركز الدرك الملكي، وملي كشف عليها اكد لهم بانها فعلا يلاه والده، وتقريبا يلاه دايزه شي 5 ايام على الولاده ديالها، وبين بانها قابله تقليديه هي اللي ولدتها، يعني السيده ما والداش في السبيطار. رجال الدرك سولوها كيفاش هاد البنت ماتت، واش قتلاتها او لا شنو وقع عليها. السيده حالتها النفسيه ما كانش طبيعيه وكانت كتدخل وتخرج في الهضره. عاودت لهم بزاف التعاويدات، من ضمنها انها فقات في الصباح وقلبات بنتها ولقاتها بانها ما كتنفش وما قدراتش تعلم البوليس لانها خافت انهم يتهموها بانها هي اللي قتلتها. التعاوده الثانيه قالت لهم كنت كنرضعها في الليل وسهيت وداني النعاس، وملي فقت لقيت بان التدي ديالي مغطي ليها وجهها، يعني البنت تخنقات بسبب التدي ديال الام ديالها. رجال الدرك قالوا لها علاش ما علمتيش البوليس او لا ديتيها للسبيطار. قالت له انا راجلي مطلقني وبنياتي ما عندهمش اللي صرف عليهم، كنت خايفه انهم يتهموني بانني قتلتها ويدخلوني للحبس وبنياتي يتشردوا ويضيعوا في الشارع. قبل ما ندخلوا في تفاصيل البحث اجيو نتعرفوا على هاد السيده شكون هي. كبرات في واحد الدوار في نواحي مدينه الفقيه بن صالح وسط من اسره اللي كانت فقيره. تزوجت بواحد الولد من دوارهم اللي كان قريب ليها في السن. من بعد الزواج انتقلت وسكنات معاه في واحد البيت مع الجيران في مدينه الفقيه بن صالح. تما بقات ساكنه هي وياه. ظروفهم الماديه كانت صعيبه،
الزوج ديالها كان مياوم وكل نهار فاش كيخدم، وفي الاصل الحرفه ديالو كانت هي بالناي. واخا الفقر حياتهم كانت مزيانه ومتفاهمين مع بعضياتهم، رزقها الله معاه بجوج البنيتات. من بعد السيد تبدل، تعرف على رفقاء السوء اللي بلاوه بالشراب والمخدرات، بدا كيخسر وكيضرب مراته، ما بقاش كيتعامل معاها مزيان، وحتى الفلوس اللي كان كيصورها ولا كيخسرها كامله في البليه، لدرجه ان الناس اللي كان كاري عندهم جراو عليه من الدار. مراته عند العائله ديالها وتما خلاها، وحتى من المصروف ديالها ما بقاش كيعطيه ليها. ملي دخلوا عائلتها وعائلته باش يصالحوهم مع بعضياتهم، قال لهم بانه ما بقاش قادر يتحمل المسؤوليه وما عندوش منين يصرف على البنات، وبانه قرر يطلق مراته. ما خلاو كيف داروا معاه والو. من بعد الطلاق العائله ديالها ما بقاوش قابلين بها، وفي الاصل باها كان ميت، امها كانت مرا كبيره في السن، خوتها بثلاثه كانوا كاملين مجوجين، وعيالاتهم كانوا ساكنين معهم في دار الوراثه، كل واحد فيهم عنده بيت. فاطمه مسكينه في الاول كانت كتنعس هي وبناتها غير في الكوزينه، عاشوا حياه الفقر، وعيالات خوتها كانوا كيحتكروا عليها وما كيتعاملوش معاها مزيان، ما كانوش كيخليوها حتى تاكل معاهم. الناس الدوار اللي كانوا مره كيروفوا عليها ويجيبوا ليها ما تاكل، محنوها ودوزوا عليها تماره الكحله، وهذا الشيء كامل غير باش تخرج من عندهم وما تبقاش معاهم. ما كانوش حاملينها وما بغاوهاش تبقى معاهم في الدار. اما خوتها فكانوا بحال العبيد تابعين عيالاتهم، ما تسوقوش ليها. اما الام ديالها فكانت مريضه وما باليد. فاطمه ملي عيات قهرها الجوع وتسدو في وجهها كاع البيبان، وما لقاتش ما توكل بنياتها، هزاتهم وتوجهت لمدينه الفقيه بن صالح. مشات عند واحد السيده اللي سبق لهم كراو عندها هي وراجلها، حكات ليها على ظروفها واشنو وقع لها. ديك المراه كانت ساكنه وحدها، عندها جوج الاولاد اللي بجوج بيهم كانوا خدامين وعايشين في طاليان. اما الزوج ديالها فكان متوفي. قالت لها شوفي، انا عندي واحد البيت خاوي ما كنجلس فيه ما حتى حاجه، غنخليه لك انت وبنياتك، غتخرجي تدبريه على راسك وتخدمي، وملي توقفي على رجليك ديك الساعه غتولي تعطيني الكرا، وراكي عارفه الظروف. وليداتي غير مقاتلين مع الوقت ومازالين لحد الان ما مقادينش الوراق. المهم انها ما جرتش عليها للشارع، واعتبرت بنيتها بحال بناتها، كانت كتعامل معاهم مزيان وكتهلا فيهم. وملي كانت كتشوفهم جيعانين امهم ما عندها ما توكلهم، كانت كتعطيهم من التقديه اللي عندها في الدار. الام ديالهم فاطمه ولات كتخدم كتعاون واحد الطيابه في العراس، كتغسل ليها المواعن، وكل مره شحال كتعطيها. غير هو داك الفلوس اللي كانت كتاخدها ما كانش كتكفاها، فولات كتمشي للموقف ديال العيالات اللي كيديروا الميناج، وكل نهار ورزقو، نهار كتلقى الخدمه ونهار ما كتلقاهاش. وكاينين العيالات اللي كيتهلاو فيها ويدوروا معاها مزيان، وكاينه اللي تعطيها 30 درهم و50 درهم. المهم انها كانت مكرفصه ودازت عليها، والفلوس اللي كانت كتجمع معها يلاه كتكفاها في الكرا والمصاريف ديال بنياتها. تكرفصت بزاف وما لقاتش اللي يوقف معاها. في واحد النهار وهي في الموقف وقف عليها واحد السيد اللي غادي يكون في اوائل الربعينيات، طلب منها انها تمشي معاه للفيلا ديالو ودير ليه الميناج. هاد السيد اللي كان ساكن بوحدو ما معاه حتى واحد. النهار الاول جمعت ليه الدار ونقاتها ليه وعطاها 200 درهم، مع العلم ان فاطمه ما عمر شي واحد دارت له الميناج وعطاها الثمن من قبل. فرحات بزاف ومشات تقدات لبنياتها وخدات لهم كاع داكشي اللي كيعجبهم. النهار الاخر عاودت مشات للموقف، وهداك السيد لقاتو تما كيتسناها، قال لها بانه بغى شي مراه اللي تشقى عليه وتطيب ليه وتقابلو الدار، وفاطمه وافقت انها تمشي معاه. السيد قال لها بانه كان مزوج بواحد الطليانيه وولد معاها البنات، ووقع ليه شي مشكل في الطاليان وجراو عليه. المهم انه من يرجع كان جيبو عامر، دار واحد المشروع وشرى داك الفيلا سولتو على والديه وعائلته. قال لها بانهم كيسكنوا في نواحي المدينه، باه بخاصم معاه، وهذه مده طويله ما شافهم، واصلا ما كيجوش عنده الدار ديالو. وفي هذاك النهار بقاو كيجمعوا مع بعضياتهم، هضره كتجبد هضره، حتى عرض عليها انها تدخل معاه في علاقه غير شرعيه، وفي المقابل يعطيها 1000 درهم. فاطمه ملي سمعت هذا المبلغ تلفات ووافقت انها تدخل معاه في علاقه غير شرعيه، ولات خدامه معاه في الدار ودائما كتجي لعنده. اما بنياتها فالسيده اللي كانت ساكنه معاها هي اللي كانت مقابلهم ليها. ونسيت ما قلتش لكم بانه حتى وحده في البنات ما دخلت المدرسه، لان فاطمه ما كانش عندها الفلوس باش تشري لهم الكتوبه
والمحافظ، وما كانش عندها حتى شكون يديهم المدرسة ويجيبهم. ومن بعد ما خدمات عند هذا السيد ظروفها المادية تحسنات، دخلت بنيتها الكبيرة للمدرسة، شرات ليها المحفظة، الكتوبة، كساتها، تهلت فيها. وداك السيدة اللي كانت كارية عندها كانت مستغربة، ودائما كتسولها من كتجيب فلوس، لأنها عارفة باللي الميناج ما فيه والو. سورتو في داك الأعوام ديال 2004 وبداية الألفينات الناس ما كانوش كيتهلاو في العاملات المنزليات، ولكن فاطمة كانت كتقول لهذيك المرأة بأنها خدامة عند شي ناس اللي متدينين، ولادهم كاملين خدامين على برا وهما اللي كيتهلاو فيها. ومن بعد عام على العلاقة ديالها مع هذا السيد، وفي واحد النهار عرفات بأنها حاملة. ملي جات لعندو قالتها ليه نكرها، وقال لها واش بغيتيني نطيق بأنني الوحيد اللي داخل معك في علاقة، سيري شوفي في من تلصقي داك الولد. فاطمة تصدمات وهدداتو بأنها غتتبعو قضائيا. السيد كان عارف القانون، شرح لها وقال لها بأنها حتى هي غتمشي بتهمة الفساد، بناتها غيضيعوا وسمعتها غتشوه. وهذا الشيء اللي خلاها تسكت وتصبر وما دير والو. المراه اللي كانت ساكنه عندها في الدار ساقت الخبر بانها حامله من بعد ما وصلت الشهر الخامس وكرشها بانت. تصدمات لان داك المراه كانت انسانه متدينه وداخله سوق راسها، وكانت كتظن بان فاطمه خدامه في الحلال. عاتباتها ولامتها ولكن ما خرجاتهاش للشارع، طلبات منها انها دير عندك السيد اللي حملات معاه باش تهضر معاه لعل وعسى تقنعوا انه يرحم فاطمه ويعاونها. مشاو عنده للدار وبداو كيدقوا، فعلا حل لهم الباب. ديك المراه حاولت انها تهضر معاه ولكن السيد ما كانش كيخاف الله، كان قبيح وما تعاملش معهم مزيان وجرع عليهم من الدار. هذيك المراه اللي كانت ساكنه مع فاطمه هي الوحيده اللي وقفات معاها وتاقت فيها وجه ليه، وحتى ملي تقلات بالحمل ولات هي اللي كتصرف عليها وتوكلها وتشربها سواء هي ولا بنياتها. المهم من بعد ما تعرفنا على فاطمه وكيفاش كانت حياتها، دابا رجعوا لابحاث البوليس. كنت قلت لكم من قبل بانها قالت لهم اللي كانت كترضع بنتها طاح عليها ثدي ديالها وتخنقات وماتت، ولكن نتائج التشريح الطبي بينات حوايج اخرين. الولاده حاليا يلاه دازت عليها 5 ايام، وحساب ما قال لهم الطبيب اللي دار التشريح بان هاد البنت زادت وهي ضعيفه بزاف وصحتها كانت على قد الحال، وسبب الوفاه هي ان ملي تولدات ما طاحت ليها قطره الحليب في كرشها، يعني البنيته مسكينه ماتت بسبب الجوع. ايوا ملي واجهوا الام ديالها وقالوا لها بلي نتائج التشريح الطبي بينت بان بنتك ما ماتتش بسبب الاختناق وانما لانها كانت جيعانه وما رضعتيهاش، قالت لهم انا ملي ولدت هاد البنت ولدتها بالحرام، وحكات لهم القصه ديالها كيف ما حكيتها لكم انا بالضبط بالتفاصيل ديالها. قالت لهم باللي شفت من الحليب بكثره العصب والمرض اللي عشتو في الحمل ديالي، وحتى الفلوس باش نشري الحليب ما كانوش عندي. السيده اللي كانت ساكنه عندها هي اللي وقفات معايا وشافت لي القابله اللي تولدني، دورت معاها وخلصتها، وفي النهار الاول صايبات لي الرفيسه وعجنات لي الخبز ووقفات معايا، ولكن النهار الثاني من بعد الولاده توفى شي واحد في العائله ديالهم، سافرت للدوار ديال عائلتها وما لقاتش اللي يوقف معاها ولا يشري لها الحليب لبنتها. ايوا لي جوندارم اللي عرفوا هذا الشيء عرضوه على الطبيب واكتشفوا بان فعلا كانت ناشفه وصدرها ما فيه والو، ولكن هذا ماشي مبرر انها تخلي البنت بالجوع، لانهم ملي سولوا الجيران اللي كيسكنوا قرابين ليهم قالوا لهم بان البنت كانت كتبات تبكي وتضل تبكي، كان بامكانها تطلب الناس، مستحيل انهم يردوها على حك تاع الحليب الا وراتهم البنت. قالت لهم انا جاهله وما قارياش وما توقعتش انها تموت. من بعد 4 ايام فقت في الصباح ولقيت بان البنت ميته، ما عرفت ما ندير، خشيتها في ذاك الكفه وتوجهت للمقبره وحاولت انني ندفنها تما، ولكن الدراري حصلوني. يوم اللي اعترفت لهم بهذا الشيء بداو كيقلبوا على السيد اللي كانت معاه في علاقه غير شرعيه، وقالت لهم بانها حملت منه، ولحسن الحظ انها كانت عارفه سميتو كنيتو، قدروا انهم يشدوه. جابوه ونكر معرفته بها. هنا استدعوا العساس اللي كان في التجزئه اللي كان كيسكن السخونه فيها هو اوفغا اللي عنده فيها الفيلا، وسولوا على فاطمه وقال لهم بانه بصح كيعرفها وكانت كتدخل الدار ديالو. وباش يزيدوا يتاكدوا اكثر سولوا فاطمه على المواصفات ديال الدار كيفاش دايره وعطاتها لهم بالتفصيل. رجالك ملي مشاو للدار ديالو لقاو ان المواصفات اللي عطاتهم فاطمه كتنطابق على المواصفات الفيلا السيد اللي استدعاوه وبحثوا معاه، فهاد الشيء كياكد بان فعلا كانت معاه في علاقه. هو بقى ناكر قدام البوليس وما بغاش يعترف، فخداو عينه من الADN ديالو وقارنوها مع الADN ديال ديك البنيته، ولانه في اوائل 2000 كانت يعني العلم الجنائي كان مازال معطل، فالنتيجه خدات مده طويله باش تخرج. من بعد ما خرجوا النتائج وتاكدوا بان هذيك البنت هي بنته، قدموهم المحكمه اللي تابعتها هي من اجل تهمه الفساد والاهمال المفضي الى الموت، وتحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا. اما هو فتابعوه من اجل تهمه الفساد وتحكم عليه ب6 شهور. ما تنساوش تخليوا لي رايكم في قضيه اليوم والمدينه او الدوله منين كتابعوني، ولا كنتوا كتشوفوني لاول مره ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومتابعات قناة كيفاش داروها، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكنا في حلقة جديدة من حلقات القصص والملفات قضايا وجرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. أملنا متابعينا الكرام أنكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. كالعادة بدون مقدمات بدون إطالات ندخل مباشرة في سرد التفاصيل والأطوار ديال جريمة اليوم.